يا ترى ممكن كذبة واحدة تخرجك من تحت الأرض وتطلعك لسابع سما؟ لدرجة إنك تتجوز بنت السلطان وتبقى أغنى أغنياء المملكة وإنت أصلاً معكش تمن عشاك؟ صلي على النبي ويلا بينا نفتح كتاب الحكايات ونبدأ حكاية جديدة من حكايات ديدو وليلي. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا سادة يا كرام، حكايتنا النهاردة بتبدأ في حارة شعبية في قلب القاهرة القديمة. كان فيها راجل طيب وعلى نياته اسمه معروف، شغال إسكافي بيصلح جزم الناس بقرش واتنين. معروف كان راضي وقنوع، بس كان عنده ابتلاء كبير. مراته فاطمة دي كانت نكدية لدرجة إن الحارة كلها بتخاف من صوتها، وسموها من كتر شرها فاطمة النكدية صليطة اللسان. وفي يوم الشتاء وبرد جدا، معروف ما رزقوش ربنا ولا بمليم. قامت فاطمة وقفت له زي العفريت: فين الكنافة بالعسل والنحل يا معروف؟ قال لها: يا بنت الحلال أرحميني، النهاردة مفيش شغل وبكرة أجيب لك أحلى كنافة. فاطمة ما سكتتش، دي مسكت الشاكوش وقعدت تكسر في المحل وتصوت وتلم على الناس. معروف ما قدرش يستحمل الذل ده وطلع يجري في الشوارع وهو بيعيط ويدعي: يا رب خلصني منها، يا رب بعدني عنها لأبعد مكان. معروف استخبى في جامع قديم وبدأ يصلي ويدعي بقلب محروق. وفجأة وهو طالع من الجامع الأرض اتهزت وظهر له مارد ضخم من الجن وقال له بصوت بيرعد: شبيك لبيك، أنا عبدك وبين إيديك، أنا شفت دموعك وسمعت دعاك، ها عايز تروح فين؟ معروف من كتر خوفه قال: أي مكان بعيد عن فاطمة. الجن قال له: اركب على ظهري وغمض عينك. وهوب، معروف طار فوق السحاب، حس بالهوى السائع وهو شايف الدنيا من فوق. وبعد ساعات الجن نزله قدام بوابة مدينة عظيمة أسوارها من ذهب، وقال له: دي مدينة غير اللي تعرفها، ابدأ حياتك هنا من جديد وانسى الهم وفاطمة الزنانة. معروف دخل المدينة وبدأ يراقب الناس بعينه الذكية. لقى إن أهل المدينة دي بيحترموا الغني جداً وبيدوسوا على الفقير. معروف ما كانش معاه مليم، بس كان معاه مخ شغال. دخل سوق التجار ووقف في وسطهم وبدأ يتكلم بصوت واثق كأنه أغنى أغنياء العالم. بدأ يروح للتجار الكبار ويقول لهم: يا سادة، أنا التاجر معروف وقافلتي الضخمة جاية في الطريق، فيها من الياقوت والماس ما لا عين رأت. التجار من كتر انبهارهم وثقته في نفسه بدأوا هم اللي يعزموا عليه بالفلوس والهدوم الغالية كنوع من الاستثمار في قافلته اللي جاية. معروف أخذ الفلوس دي وبدأ يوزعها بكرم قدام عيون الحراس وقال لهم: دي فكة بسيطة لحد ما القافلة توصل بالسلامة. الخبر طار ووصل لودن السلطان اللي انبهر بكرم التاجر الغريب وقرر يزوجه بنته الأميرة أنوار الصباح عشان يضمن إن كنوز القافلة دي كلها تدخل قصره. معروف لقى نفسه في ورطة ملكية. يا ترى لما السلطان يكتشف إنه إسكافي غلبان هيعمل فيه إيه؟ لكن يا سادة، يا فرحة ما تمت. الوزير كان راجل خبيث وما بيصدقش أي حد بسهولة. بدأ يوشوش السلطان ويقول له: يا مولاي، التاجر ده بقاله شهور عايش في قصرك وبياكل من خيرك والقافلة ما ظهرتش، ده أكيد نصاب وبيضحك علينا. السلطان بدأ يشك هو كمان وقرر يختبر معروف، وفي ليلة
السلطان نادى على معروف وقال له: يا حاج معروف، الخزنة فضيت والقافلة اتأخرت، لو ما ظهرتش خلال 3 أيام رقبتك هتطير. معروف الدنيا سودت في عينه وعرف إن حبل المشنقة بقى قريب جدا، وفي نص الليل استخبى ورا الحراس وهرب من القصر وطلع يجري في الصحراء وهو مش عارف يروح فين، يرجع لفاطمة ونكدها ولا يفضل تايه في الرمل لحد ما يموت. وهو ماشي في عز الشمس تاه في الصحراء ولقى فلاح غلبان بيحاول يحرث في أرض ناشفة جدا. معروف بطيبته نسي همه وقرر يساعد الراجل. وهو بيحفر معاه الفاس خبطت في حاجة معدن، صندوق قديم ومصدي. معروف فتحه ولقى جواه خاتم غريب عليه نقوش قديمة. أول ما مسحه عشان يشوف اللي عليه، الأرض اتزلزلت وطلع دخان كثيف وظهر مارد جبار صوته يرج الجبال، وقال له: شبيك لبيك، أنا خادم الخاتم، أؤمر يا منقذي. معروف بكي من الفرحة وقال له: أنا مش عايز ذهب لنفسي، أنا عايز كذبتي تبقى حقيقة عشان رقبتي ما تطرش. ابعت قافلة للسلطان ملهاش أول من آخر. في اليوم الثالث والسلطان واقف والسياف مستني معروف، فجأة الغبار ملى الأفق، آلاف الجمال وخيول شايلة حرير وياقوت وصناديق دهب بتلمع تحت الشمس. معروف رجع وهو راكب على حصان أبيض كأنه ملك حقيقي. الوزير من كتر الصدمة والغيظ قلبه وقف ومات في مكانه. أما معروف فدخل على الأميرة أنوار الصباح، ولأنه راجل شريف ما قدرش يكمل في الخداع. قال لها: يا أميرة، أنا كنت مجرد إسكافي غلبان هربان من النكد، والكدبة دي كانت حيلة عشان أعيش. الأميرة بصت له بابتسامة وقالت له: أنا عرفت الحقيقة من زمان، بس شفت فيك الكرم والشهامة اللي مش موجودة عند الملوك. خليك جنبي يا سلطان قلبي. وعاش معروف سلطان عادل بيساعد الفقراء لأنه داق مرار الفقر ونسي أيام الهم ونكد فاطمة للأبد. وزي ما بنقول: على نيتكم ترزقون. معروف بدأها بكدبة عشان يهرب من الهم والنكد، بس طيبة قلبه ونيته البيضة هم اللي نجوه في الآخر وحولوا الخيال لواقع ما كانش يحلم بيه. لو وصلتوا معايا لحد هنا قولوني رأيكم بصراحة في التعليقات. هل الأميرة كان عندها حق تسامحه بعد ما عرفت الحقيقة، ولا كان لازم تطرده وترجعه لفقره تاني؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ ولو عجبتكم حدوتتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الحواديت السحرية الخيالية بتاعتنا على قناتنا حكايات ديدو وليلي.